اللي قدامكم في الصورة ده قتل أكتر من 14 واحدة واغتصب أكتر من 30 واحدة وخلى الشرطة الكورية تسجل أكتر من 2 مليون ساعة تحقيق، وفي الآخر ما خدش يوم واحد في الجرايم دي برغم اعترافه بيها. وعشان نعرف ايه الحكاية هنرجع مع بعض بآلة الزمن لعام 1986 وبالتحديد في كوريا الجنوبية، لما فجأة بنت عندها 13 سنة اختفت وهي راجعة من المدرسة ولقوها مقتولة ومغتصبة، وبعدها ست عجوزة عندها 71 سنة، وبعدها بنت جامعية، 10 نساء مقتولين بنفس الطريقة من سنة 86 ل 91. القاتل كان بيفضل ماشي وراهم لحد ما يخشوا مكان ضلمة ويقتلهم من غير ما يسيب اي اثر ليه نهائي. من كتر ما الجرايم دي كانت انتشرت الناس بدأت تخاف تمشي بالليل حرفيا، والشرطة كانت تايهة مش عارفة توصل للقاتل خالص. بس الشرطة حقيقي قلبتها حرب وحققوا مع 21 ألف مشتبه. تخيل الرقم، 21 ألف مشتبه قاعدين يحققوا معاه. لا ده مش كده بس، ده جمعوا أكتر من 40 ألف بصمة وأكتر من 500 عينة من DNA، وفتشوا كل البيوت. والشرطة سجلت 2 مليون ساعة شغل وتحقيق. طبعا هتقولي دلوقتي 2 مليون ساعة ده رقم خيالي، ده أكتر من 200 سنة، بس هما ما بيحسبوهاش كده يا صاحبي. هقولك هما بيحسبوها إزاي. هما بيحسبوها إجمالي الجهد البشري. هفهمها لك أكتر. يعني لو ضربنا عدد الأشخاص اللي اشتغلوا في القضية، شرطة بقى والمحققين والخبراء واي حد حرفيا اشتغل على القضية، فعدد الساعات اللي قضوها هيطلع الرقم ده. بس القاتل كان زي الشبح،